السلام عليكم متابعينا الكرام في كل مكان. جمهور الزمالك هنتكلم النهاردة عن لغاء في الجولة من جولات الدوري المصري، مباراة الزمالك وفاركو. الزمالك واجه فاركو في مباراة مهمة جدا للفريق الأبيض من أجل العودة للمنافسة بقوة. الزمالك بدأ المباراة بروح عالية، وظهر ذلك في سيطرته على وسط الملعب والضغط المتواصل على دفاع فاركو. في الشوط الأول تمكن الزمالك من تسجيل هدف جميل بعد سلسلة تمريرات مميزة انتهت بتسديدة قوية لم تترك أي فرصة للحارس المرمى. هذا الهدف أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبين ليواصلوا الضغط بحثا عن تعزيز النتيجة. في المقابل فاركو حاول العودة في اللقاء ببعض الهجمات المرتدة، لكن دفاع الزمالك وحارس المرمى كانوا في الموعد ونجحوا في إبعاد الخطورة. في الشوط الثاني استمر الزمالك في فرض سيطرته، وظهرت خطورة جناحي الفريق الذين شكلوا إزعاجا كبيرا لدفاع فاركو. وبالرغم من بعض المحاولات من فاركو للتعديل، إلا أن الزمالك عرف كيف يحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. وبهذا الفوز حصد الفارس الأبيض 3 نقاط غالية جدا أعادت الثقة لجماهيره وعززت موقفه في جدول الترتيب. إذا متابعينا أعزاء، جولة مثيرة من الدوري المصري. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا إعجاب واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن الكرة المصرية وأخبار نادي الزمالك. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي في فيديوهات قادمة. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في هذا الموسم في الفوز بالدوري المصري، وإن شاء الله بالفوز في الكونفدرالية وكأس السوبر، وإنه يحقق لنا مزيد من النجاحات والتقدم، لأن جمهور الزمالك فعلا يستاهل. جمهور عظيم وبيشجع النادي بكل حماس وكل وطنية. بتمنى من كل زملكاوي إنه يعمل اشتراك بهذه القناة ويدعمنا.